حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بأفضل صحة. النهاردة هنقدم لكم كيكة بطريقة جديدة ومقادير بسيطة، وإن شاء الله هتكون من أنجح الطرق اللي هتعملوا بيها الكيك. مش هنستخدم فيها ولا أي دهون ولا لبن، وهنزينها بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله هتنال إعجاب. كل اللي هنحتاجه في مكوناتنا النهاردة لتحضير الكيكة بتاعتنا 4 بيضات، وكوباية إلا ربع من السكر، وكوب وربع من الدقيق، ومعلقة ونص من كيك شيف او البيكنج باودر والفانيليا. هنا بنجهز المضرب الكهربائي وننزل بالاربع بيضات ونضربهم كويس بالمضرب لحد ما الخليط يمتزج مع بعضه. بعد كده ننزل بالسكر ونضرب بالمضرب لحد ما يدوب السكر بتاعنا خالص. وده شكل الخليط بعد ما امتزج السكر تمام. ننزل بعد كده بالفانيليا، وهي حوالي نص معلقة صغيرة ممسوحة من الفانيليا. وبنرجع تاني نضرب المضرب الكهربائي. وبعد كده ننزل بكوباية وربع من الدقيق وننخله كويس وننزل على الخليط، وبعدين نكمل ضرب بالمضرب الكهربائي. هي الكيكة هنا كل اللي بتحتاجه انها تنضرب كويس بالمضرب الكهربائي مدة لا تقل عن 10 دقايق. وبعد كده في الاخر خالص بننزل بالبيكنج باودر في اخر الوصفة خالص. ونضرب كويس، وكده بيكون شكل الخليط بتاعنا. بنحضر صينية مقاسها حوالي 20 سنتي وبندهنها بمعلقة زيت، ولو مش حابين تستخدموا اي دهون وما عندكم متوفر عندكم ورق الزبدة بيكون افضل. وهنا بنكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق. بندخل الخليط بتقعد حوالي من تلت ساعة لنص ساعة في الفرن. وهنا بعد الصينية ما طلعت بنعمل اخرام فيها وننزل فيها وهي سخنة بحوالي 5 معالق لبن. وبنبتدي نحضر الكريم شانتيه، وبنحتاج فيه حوالي كوباية الا ربع من كريم شانتيه الخام مع نص كوباية من اللبن المتلج، ونضربه كويس بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصل للشكل والطول اللي احنا شايفينه قدامنا. وده الشكل النهائي بتاعه. ونكون محضرين عندنا صوص الشوكولاتة، واللي هيحتاج الطريقة بتاعته هيلاقيها في الفيديو في صندوق الوصف. وهنا بعد ما الكيكة تكون بردت تماما بننزل عليها بالكريم شانتيه ونسويه كويس. بس اهم حاجه تكون الكيكه بارده تماما عشان الكريم شانتيه ما يسحش. ونسويها كويس. بعد كده ننزل بصوص الشوكولاته بنوزعها بشكل عشوائي بدون استخدام ولا اكياس حلواني ولا اي حاجه، بكيس عادي جدا. ونزلنا بيه كده بالشكل ده. وبعد كده بنمزج الخليط كله مع بعضه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. واللي حابب يزينها باي شكل تاني او يعمل لها اي مكونات تزيين تانية، ممكن نستخدم كاستر، نستخدم كريم كراميل، نستخدم صوص الشوكولاته او صوص الفراوله، يعني على حسب اللي حضراتكم حابينه. بس انا هنا استخدمت الكريم شانتيه مع صوص الشوكولاته. ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم، وبألف هنا وصحه على قلبكم.